تنتمي الفنانة السورية رشا التقي لعائلة فنية مميزة، كيف لا، ووالدتها الممثلة القديرة صباح الجزائري، وخالتها الفنانة سامية الجزائري. ولدت في دمشق ودرست الإخراج وأحبت التمثيل، وقدمت عددا من الأدوار المميزة قبل توقفها فجأة عن التمثيل عام 2009. برزت من خلال دور هدى في مسلسل البيئة الشامية باب الحارة، والذي استمرت فيه ل4 مواسم. تنحدر من أصول لبنانية، فوالدها لبناني ووالدتها الممثلة السورية صباح الجزائري، وتتحدث اللهجتين الشامية واللبنانية. هي الفنانة السورية الشابة رشا التقي، ومشوارها القصير مع التمثيل وأسباب ابتعادها عنه منذ عام 2009. نشأتها: ولدت الممثلة اللبنانية الشابة رشا التقي عام 1985 في مدينة دمشق، وتدرجت بدراستها حتى درست الإخراج. قد لا يعلم الكثير عن أصول التقي اللبنانية كون والدها لبناني، وتتحدث اللهجة اللبنانية جيدا. وهنا تكمن قوة التقي التي أبدعت بلهجتها الدمشقية الخالصة خلال مشاركتها في باب الحارة. وجه رشا التقي يوحي بالبراءة والصدق والطفولة، وحديثها عذب جميل، وترى هي أن عملها الفني مرحلة انتقالية لفهم الواقع. مشوارها الفني: مسيرة الفنانة رشا التقي قصيرة بشكل عام ولم تتجاوز 6 أعوام، بدأتها عام 2004 مع الفنان الكبير ياسر العظمة، حيث شاركت التقي عام 2004 في عدة لوحات من المسلسل الاجتماعي الشهير عشنا وشفنا. وفي عام 2005 كان لها مشاركة متميزة في مسلسل نزار قباني، لتكون انطلاقتها الحقيقية عام 2006، حيث جسدت التقي دور هدى، وهي ابنة صاحب الفرن أبو بشير حسن دكاك، ووالدتها في العمل سحر فوزي. بينما جسدت والدتها صباح الجزائري دور والدة زوجها أم عصام، وزوجها عصام ميلاد يوسف. هدى كانت الزوجة الثانية لعصام بعد زوجته الأولى لطفية، وتمر بعدد من المواقف المختلفة في حياتها. تمكنت التقي من أداء الدور باقتدار، وأتقنت اللهجة الشامية رغم تمضية معظم فترات حياتها في لبنان. وفي عام 2007 جسدت التقي دور مي زيادة في مسلسل الملاك الثائر، وعام 2008 قدمت عدة شخصيات في وجه العدالة. كما شاركت التقي في ذات العام بالجزء الثالث من باب الحارة، وفي مسلسل غفلة الأيام. وجسدت التقي وبتميز عدة شخصيات في مسلسل هيك تجاوزنا، عبر مشاركتها في عدة حلقات منفصلة. كما قدمت التقي في ذات العام دور حياة في مسلسل الحوت، وعام 2009 كانت آخر مشاركاتها الفنية من خلال الجزء الرابع من باب الحارة. كما كانت لرشا التقي مشاركة سينمائية وحيدة عام 2005 في فيلم موكب الإباء بشخصية رحاب. مشاركتها في باب الحارة: نفت رشا التقي عدة مرات أن تكون والدتها هي السبب في مشاركتها بالأجزاء ال4 الأولى من باب الحارة. التقي قالت: أنا أعرف الأستاذ بسام الملا منذ فترة ليست بالقصيرة، وكنت أتمنى العمل معه في أول فرصة تسنح لي. وأضافت: ولن يمكنك القول إن الذي سمح لي بمعرفة الأستاذ بسام الملا عن كثب هو والدتي. وتابعت بالقول: إن الذين يتم إعطاؤهم فرصة في الفن غالبا يكون عن طريق عائلاتهم الفنية، ولكن اختيارهم للمرة الثانية يكون عبر موهبتهم. وصفت باب الحارة بالعمل الناجح. تحدثت رشا التقي خلال لقاء لها عن أسباب نجاح باب الحارة بقولها أن الناس اشتاقت للبساطة وعدم التعقيد، كما اشتاق الناس وفق التقي للأخلاق والشرف والقيم. كما أرجعت سبب النجاح للمخرج بسام الملا، حيث وصفته بأنه روى قصة أهل دمشق بطريقة مختلفة عن غيره، ولو أخرج العمل أحد غيره لما حقق النجاح الذي حققه. الشبه بينها وبين والدتها: ترى الفنانة رشا التقي بوجود شبه بينها وبين والدتها صباح الجزائري، وتقول: من حيث الشكل أشبهها تماما، والناس يقولون أنها أجمل مني بكثير. كما تضيف التقي: هي فنانة كبيرة جدا، ومن الصعب أن أصل لما وصلت إليه، فزمانها كان مختلفا عن زماننا، وموهبتها أكبر من موهبتي بكثير. تنقلها بين دمشق وبيروت: تقيم رشا التقي غاب وقتها في بيروت، إلا أنها تأتي دمشق باستمرار، ووصفت بأن لكل مدينة طبيعتها وسحرها وتاريخها وجمالها الخاص.
وعن اتقانها اللهجة الدمشقية أرجعت التقية السبب إلى والدتها التي تشربت منها اللهجة رغم إقامتها 20 عاما في لبنان. أول مشهد درامي لها. تروي رشا التقي قصة أول مشهد لها قائلة: المشهد الأول كان مع الأستاذ ياسر العظمة ووالدتي صباح الجزائري، وتضيف: كنت أرتجف وكان ذلك واضحا في صوتي، وعندما انتهيت من تصوير المشهد صفق لي الجميع، والآن عندما أشاهده أضحك كثيرا لأنه فنيا لم يكن ناجحا. حياتها الشخصية وابتعادها عن التمثيل. عاشت رشا التقي قصة حب طويلة مع صديقها اللبناني عامر مجذوب، لتتوج العلاقة بينهما بالزواج عام 2009، وبعد ذلك العام ابتعدت التقي عن التمثيل بينما أنجبت من زوجها المجذوب 2 من الأولاد.